هو فعلا في دواء بيداوي بحصوات المرارة من غير جراحة ولا ده كلام بيتقال علشان نطول في العلاج؟ ولو موجود ليه مش كل الناس بينفع معاها؟ وقرص فالك دوره ايه في القصة دي بالظبط؟ لو السؤال ده جه في بالك قبل كده فالحلقة دي معمولة مخصوص عشانك. تعال احكي لك الحكاية من الأول، مش حكاية دواء، لا حكاية كبد كان متلخبط شوية. تخيل الكبد ده عامل زي مصنع كبير شغال 24 ساعة، المصنع ده بيطلع حاجة اسمها الصفرة. دي بقى زي سائل تنظيف كده تكسر الدهون وتخلي الدنيا تمشي. بس في يوم من الايام الصفرة بقت تقيله زياده والكوليسترول قال ما نقعد هنا وخلاص، وبدا يركن ركنه ورا ركنه لحد ما اتكونت حصوات المراره او الصفرة تقف وما تعرفش تمشي في القنوات. وسط اللخبطه دي بيدخل بطل قصتنا القرص فالك ومادته الفعاله القرصو دي اوكساليك اسيد، وده مش غريب عن الجسم، ده حمض صفراوي طبيعي اصلا بس الجسم بيبقى محتاجه بكميه اكبر شويه في الظروف دي. طب بيعمل ايه؟ اول حاجه بيخفف الصفرة التقيله. القرص فالك بيجي للصفرة ويقول لها انت تقيله ليه كده، خف شويه، فيحولها من سائل خانق لسائل اخف واسهل في الحركه، فتعرف تمشي في القنوات بدل ما تفضل واقفه. كمان يدوب الحصوات واحده بواحده. الحصوات دي معموله من ايه؟ كوليسترول. الأورسوفالك يقلل دخول الكوليسترول من الامعاء ويقلل خروجه مع الصفرة، فاللي بيحصل الصفرة تبقى فقيره من الكوليسترول والحصوه الصغيره تقول انا مش لاقيه حاجه اعيش بيها، وتبدا تسيح على مهل، مش فجاه، لا بالراحه وعلى شهور. كمان بيحمي خلايا الكبد من الاذى، في بعض امراض الكبد الصفرة نفسها بتبقى مؤذيه وتاذي خلايا الكبد، فالأورسوفالك بيعمل حركه ذكيه يشيل الاحماض الصفراويه المؤذيه ويحط مكانها احماض الطف وامن. كده الكبد بيتنفس والالتهاب بيقل والخلايا تتحمي. واخر حاجه انه بيفتح الزحمه في القنوات الصفراويه، بدل الزنقه والوقوف الأورسوفالك بينظم المرور ويخلي الصفرة تمشي في القنوات من غير ما ترجع تكتم الكبد. طب كلام جميل، تعال بقى نعرف دواعي استعمال الأورسوفالك كبسول او بنوصفه لمين تحديدا. اول حاجه بنوصفه في حالات حصوات المراره الصغيره، الحكايه ان في حصوات موجوده بس صغيره ومش متكلسه ومش عامله مغص عنيف، فالأورسوفالك بيقلل الكوليسترول في الصفرة ويخلي الحصوه تسيح واحده بواحده من غير جراحه ومن غير استعجال. كمان بنوصف حاله اسمها كوليستيزيس او ركود الصفرة، والحكايه ان الصفرة موجوده بس واقفه وخانقه الكبد ومسببه حكه وانزيمات عاليه، فالأورسوفالك بيخفف الصفرة ويسهل حركتها ويقلل الضغط على الكبد ويهدي الحركه مع الوقت. كمان بنوصفه حالات مرض القنوات الصفراويه المناعي، الحكايه ان المناعه بتغلط وتهاجم القنوات الصفراويه والكبد بيدفع الثمن، فالأورسوفالك العلاج الاساسي الاول بيحمي الخلايا ويبطئ تدهور المرض ويحافظ على وظيفه الكبد. كمان بيعالج انزيمات الكبد العاليه بسبب الصفرة، الحكايه ان في تحاليل طالعه بس المشكله مش في خلايا الكبد نفسها، المشكله في الصفرة اللي مش ماشيه، فالأورسوفالك يظبط تركيب الصفرة ويقلل تهيج الكبد وينزل الانزيمات بالتدريج. كمان بنوصفه بعد زراعة الكبد أو حالات صفراوية خاصة، الحكاية إن في كبد جديد بس الصفرة محتاجة تنظيم عشان ما تعملش مشاكل، فالأرسوفالك بيحسن تدفق الصفرة ويقلل المضاعفات وبيكون تحت إشراف طبي. كمان بيوصف في بعض حالات التليف الصفراوي المبكر، الكبد لسه في البداية بس لسه في فرصة نحافظ عليه، فالأرسوفالك بيقلل السمية الصفراوية بتاعته ويبطئ التدهور حسب تقييم الطبيب ونوع التليف. كلام جميل، نفتح بقى فصل الآثار الجانبية أو من الآخر كده إيه أضراره. أول حاجة ممكن يعمل إسهال خفيف أو ليونة في البراز، المريض بدأ علاج، الصفرة اتحركت والأمعاء قالت إيه النشاط ده كله، وده يعتبر من أشهر الأعراض الجانبية وغالبا بيكون بسيط وبتتحسن مع الوقت. كمان ممكن يحصل منه مغص أو عدم ارتياح في البطن، الصفرة بدأت تمشي والجهاز الهضمي لسه مش متعود، فاللي بيحصل مغص خفيف، انتفاخ، إحساس بعدم الراحة وغالبا بيكون مؤقت. كمان ممكن يعمل غثيان أو إحساس بالقرفة خصوصا في أول العلاج أول ما المعدة تستقبل الدواء، والعرض ده بيكون خفيف بيقل لو الدواء اتاخد بعد الأكل ونادرا ما يكمل مع المريض. كمان ممكن يعمل ارتفاع بسيط ومؤقت في انزيمات الكبد، التحاليل اتعملت بدري والارقام لسه بتتلخبط، فاللي بيحصل بيكون مؤقت وبيتحسن مع الاستمرار، عشان كده المتابعه مهمه. كمان ممكن يعمل حكه وده نادر جدا، والمفروض ان الحكه تقل بس في حالات قليله ممكن تزيد عن الاول، واللي بيحصل ده بيكون نادر وغالبا مؤقت، ولو استمر الطبيب بيعيد التقييم تاني. كمان ممكن يحصل طفح جلدي او حساسيه وده نادر جدا، والجسم قال الدواء ده مش عاجبني، فاللي بيحصل طفح، حكه، تورم، وهنا لازم نوقف الدواء ونرجع للدكتور تاني. كمان ممكن يسبب ألم في المرارة وده نادر جدا، والحكاية إن الحصوة بتتحرك والمرارة تحس بيها، وده بيحصل لو الحصوات مش مناسبة للعلاج وساعتها الدواء بيتوقف. طيب كلام جميل، إيه بقى موانع الاستعمال أو مين الناس اللي ما ينفعش يستعملوا الأورسوفالك؟ أول حاجة في حالة الانسداد الكامل في القنوات الصفراوية، الصفرة مش ماشية، مش واقفة بس مقفولة خالص، فالأورسوفالك ملوش طريق يمشي فيه وساعتها الدواء ما ينفعش، والحل يبقى تدخل تاني زي منظار أو جراحة. كمان ممنوع في حالة حصوات المرارة المتكلسة أو الكبيرة، الحصوة مش كوليسترول طري، دي حجر ناشف ومتمعدن، الأورسوفالك ما بيداوبش النوع ده واستخدامه هنا بيكون من غير فايدة. كمان ممنوع في حالات المغص المراري الحاد والمتكرر، المريض داخل وخارج على الطوارئ وجع شديد وبيصحى من النوم، فالأورسوفالك مش حل إسعافي والتأخير هنا بيكون خطر، والجراحة بتكون الاختيار الصح.
كمان ممنوع في حالة وجود التهاب حاد في المرارة والقنوات الصفراوية. الحكاية إن في سخونية، ألم، تحاليل التهاب عالية، فالأورسفالك بيتأجل لحد ما الالتهاب يهدى، والأولوية هنا للمضادات والعلاج الحاد. كمان ممنوع في حالة وجود فشل كبدي متقدم جدا. الحكاية إن الكبد تعبان قوي ومش قادر يقوم بوظيفته، فالأورسفالك تأثيره بيكون محدود وأحيانا بيكون غير مناسب، والقرار هنا بيكون للدكتور بس. كمان ممنوع في حالة وجود حساسية معروفة من الدواء، المريض أخده قبل كده وجاله طفح أو تورم أو أمراض حساسية، فالأورسفالك بيكون ممنوع تماما. واخر حاجه ممنوع في حاله وجود مراره مش شغاله نون فانكشننج جول بلادر، والحكايه ان المراره موجوده بس ما بتتحركش ولا بتفرغ. الارسفالك مش بيجيب نتيجه لان المشكله مش في الصفرة، المشكله في العضو نفسه. نروح بقى لجرعه الارسفالك او ايه هي طريقه استخدامه. طبعا الجرعه بتختلف حسب الحاله وحسب وزن المريض وتشخيصه، بس في المتوسط العام الارسفالك بيتاخد من كبسولتين لثلاث كبسولات في اليوم، يعني من 500 ل 750 مللي جرام في اليوم، وغالبا بنقسمها على مرتين. وطبعا الجرعه دي استشهاديه والدواء ده بيكون تحت اشراف طبي بس. طب لو ما لقيتش الاورسوفال كبسول، هل ليه بدائل بنفس المواد الفعاله؟ ايوه طبعا، زي الاكسوسيريك والاورسوكول والاورسوديول، ودول تركيزاتهم 250 مللي جرام. وفي حاجات تركيزاتها اعلى من كده زي الليفاجول والاورسوتوين.